مساء الخير، مساء الحب، مساء الحاجات الحلوة، مساء الحاجات الجميلة على كل الناس اللي قاعدة بتسمعنا وبتشوفنا الآن على راديو عيش حياتك، كينج راديوات الإنترنت، وكمان منورنا على اللايف فيديو اللي موجود دلوقتي على صفحة راديو عيش حياتك وصفحة أكاونت مصطفى أحمد وكل حاجة في الدنيا. أول ما تكتب هاشتاج أكاونت مصطفى أحمد هتلاقيني قدامك على طول، ما بروحش في أي حتة. احب اقول لكم في بدايه الهوا كده واحنا قاعدين والهوا بقى الطراوه دخلت علينا بصراحه، يعني مش شايف اي طراوه دخلت علينا بصراحه. يعني الشتاء مخاصمنا، انا ما اعرفش الشتاء مخاصمنا ليه يا جماعه. احنا محتاجين حد على فكره يعني يغني للشتاء، او يعني يكتب قصيدتين في الشتاء، او نعمل حاجه كده عشان الشتاء يعني يبقى فيه يعني يرضى عننا شويه. بجد الشتاء مأثر معانا تأثير فظيع قوي بصراحه. الشتاء مأثر معانا تأثير جامد جدا. احنا لحد دلوقتي مستنظرين الشتاء. ايوه مستنظرين الشتاء. وحد هيقول لي يعني ايه مستنظرين؟ اقول له هي بتتقال كده، هي مستنظرين بتتقال كده، ما تعرضنيش بقى. هو يعني انا مستنظر وانت مستنظر وكلنا مستنظرين الشتاء، بس الشتاء نفسه مش عايز يجي. مش عارف بصراحه ايه الموضوع ان الشتاء مش عايز يجي. انا يعني مش عارف ولا اعتقد اي اعتقاد حتى الان بصراحه. وعلشان نخش بقى في موضوعنا النهارده كده ونبقى ايه يعني، نبقى حلوين مع بعض، نبقى ايه حلوين مع بعض، نبقى ايه حلوين مع بعض. تمام. احب اقول لكم طبعا في البدايه جمعه مباركه. ايه الجمعه مباركه دي حاجه اساسيه كده في البرنامج. حاجه كده دايما ايه تتقال في البرنامج. ليه؟ لان احنا كنا كل يوم ثلاث، بعد كده بقينا امتى؟ بعد كده بقينا كل يوم جمعه. الساعه كام؟ الساعه كام يا ولد؟ ايوه الساعة 7 مساء كل يوم جمعة. وجمعة مباركة. أنا قلت البرنامج ليه يوم الجمعة، مش عشان على فكرة، مش عشان خاطري، استحالة يعني اكسكيوز مي، مش يعني حاجة يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. بس هو كل يوم جمعه علشان الجمعه بتبقى جمعه مباركه، جمعه مباركه على الجميع. الناس بقى قاعدين منتخين في البيت وما اعرفش، واللي بيعمل بقى حله محشي، واللي بتعمل بطايه، على بتعمل فرخايه، على بتعمل ستايلايه، يعني الحاجات دي كلها. وانا مثلا عندي تيشرتايه، فالدنيا فاهمين، الدنيا كلها حلوه يعني. بيبقى اليوم ده بالنسبه لنا يوم كده رايق، يوم حلو كده، يوم لذوذ، يوم جميل، والناس قاعده في البيت ومنتخه. يعني اي نعم انا مش قاعد في البيت ولا حاجه، يعني انا بقدم الحلقه اهو. تمام. ايمي بتقول الشتاء مخاصمنا قوي، مخاصمنا قوي قوي بجد، والله بجد الشتاء مخاصمنا جدا. انا عايز اقول لك ان من التحديثات النهارده هنتكلم، يعني لسه ما جيتش طبعا في موضوع الحلقه ان احنا هنتكلم النهارده عن ايه وكده، بس حابب اقول لك حاجه مهمه قوي 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 بجد، لا تقل اهميه عن اللي انت بتعمليه دلوقتي. قول لي بقى انت بقى دلوقتي واحنا قاعدين على الهوا كده، قاعده بتعملي ايه بالظبط؟ شفت فاجئتكم على فكره، صح؟ فاجئتك وفاجئت المستمعين الاعزاء ومشاهديني كده. كل واحد يكتب لي في كومنت يقول لي قاعد بتعمل ايه دلوقتي، قاعد بتعمل ايه دلوقتي مخصوصا. يعني بصوا يا جماعه، يعني ما فيهاش اي كسوف على فكره، يعني اللاعب بياكل يعني يقول لي بجد، يعني عشان يعني لو كده يعني اجي اشاركه بجد والله. يعني وانا مكسوف كده بصراحه، يعني حتى يعني ايه، يعني نص فرخه، او مثلا يعني لو عاملين محشي بقى هاتوا صباعين محشي ولا اي حاجه. بلاش البرجر يا جماعه الايام دي عشان البرجر انتوا عارفين يعني في مشاكل جامده قوي على فكره، البرجر والتورته وحاجات تانية. انا مش عارف بصراحه، الناس دي مسوقه سمعتنا قوي بجد والله. الناس دي مسوقه سمعتنا. ما تقول يعني بص، قول يعني قول انا خلاص، انا بص انا كذا ومش عايز كذا، فاهمين؟ الدنيا تبقى العلاقه واضحه والعلاقه صريحه والعلاقه ايه مريحه. شمس النهار بتقول لي مسا يا مصطفى. مسا يا شمس، مسا. يعني مش عارف، كاننا مثلا في فيلم، عارفه فيلم الكيف اللي هو الشرطرامونتخ في الترللي، اللي هو يعني بصي يعني بص يا معلم، الواد ده ايه، الواد ده اسمه ايه، الواد ده قاطع على كام
او انا قاعده بتفرج اهو يا مصطفى. يعني بصي، انا من دواعي سروري بجد يا شمس ان انت تقعدي متابعاني كده ومنوراني. كنت عايز اسالك سؤال بقى الحلقه، وقبل ما نخش في موضوع الحلقه، سؤال الحلقه بيقول ايه يا جماعه؟ بيقول لو هتعمل ابديت في حياتك، ابديت ها زي ما كده التليفون اللي معاك وبيعمل ابديت للبرامج كل شويه، وبيقعد يقرف المستخدمين، ويقعد كل شويه يقول لك اصل احنا حاطين نقطه في الجنب ده، اصل احنا حاطين صوره في الحته دي، اصل احنا غيرنا الايقونه دي من الايقونه الثانيه، عملنا مش عارف شويه حاجات كده ايه غريبه مالهاش اي 60 داعي ولا 60 لازمه. تمام؟ فكل شويه بقى كل شويه التطبيقات تقعد تعمل ايه؟ تقعد تعمل حاجه كده سماويه قوي، وحشه بجد. هقول لكم بقى عليها من خبرتي في التعامل في التكنولوجيا وكده، ان الشركات متفقه مع بعضيها ان هي تقعد تعمل ابديت للابلكيشن، فتكبر الابلكيشن يكبر، التليفون يزعل، المساحه بتاعته تقل، التليفون يتعب، يسخن، ما يروحش للدكتور، البطاريه تبوظ، لا يروح للدكتور عشان نجيب بطاريه جديده. تمام؟ البطاريه الجديده تبوظ، لا احنا عايزين تليفون جديد عشان الابديت بتاع الابلكيشن بقى ايه اكبر شويه، اكبر واكبر، ياخد مساحه قد كده اهو، لحد ما التليفون في الاخر ايه؟ احنا محتاجين تليفون جديد بجد، احنا محتاجين تليفون جديد. وهم بقى لاجل الحظ بقى والظروف، ويا شوف الصدف يا اخي، شوف الصدف السعيده، تلاقي شركه التليفونات، الشركه يعني بتاعت الهواتف المحمول، تمام؟ لو منزلين بقى ايه، منزلين تليفون جديد. واو، التليفون بقى الجاي ده بقى يعني يتخزن عليه بلدك كلها عادي بقى، تخزن عليه اللي انت عايزه. بعد شويه بتلاقي عطل. ازاي؟ اصل بقول لك معلش، اصل انت برضو امسح شويه صور، تيجي تمسح شويه صور، لا امسح كام برنامج، تيجي تمسح ما عنديش يا عم برامج على التليفون والله ولا اي حاجه. يقول لك لا اصل هو بص عايز يتغير، وجمعيه ودايره يابا، واحنا ايه، واحنا شغالين فيها. تمام؟ تعالوا بقى نخش على موضوع النهارده، وهو موضوع التحديثات. موضوع ايه؟ التحديثات في الحياه، او تحديثنا لحياتنا وكل جوانب حياتنا. طبعا زي ما انتم عارفين، او اللي ما يعرفش يعني لسه جديد. تمام؟ يعني حاول بقى يتعلم بقى بصراحه، حاول يتعلم، لان احنا في البرنامج هنا بنسعى، او انا بسعى ان انا بجيب ايه كل جديد، يعني اللي هو الحاجات اللي ما اتكلمش فيها حد قوي يعني، فانا بخش فيها. تمام؟ يعني لو انت قعدت تشوف اي برنامج مش هتلاقيه بيتكلم في الحاجات اللي انا بتكلم فيها. ليه؟ لان انا دايما بحب اجيب من واقع الناس، من واقع الناس، الواقع اللي هو الحاجات اللي دايما فيها حبه حاجات لطيفه كده. انا ما بحبش الحاجات اللي هي اللي نقعد ننكد على بعضينا ونقعد نزهق في بعض، لان انا اصلا يعني بطبيعتي اصلا يعني مذيع بزهق بسرعه يعني. تمام؟ فاللي هو ما كانش الحاجه حلوه يعني خلاص بقى بلاش منها يا جماعه. تمام؟ التحديثات في الحياه عموما وشكل الحياه دايما كل الناس بتسعى اليه، كل الناس بتسعى ان هي تبقى عندها كل حاجه حديثه. زي مثلا كده ايه، وانت قاعد في البيت بتبص مثلا لحاجه معينه، الحاجه دي ادمت فلازم نحدثها، لازم نجيب اللي شغاله بكفاءة أعلى، أو مثلا الحاجة دي اتقطعت فعايزين نحدثها ونجيب حاجة تانية. ده من باب إيه؟ من باب التحديث، أو اللي أنت تشتغل على الحياة حواليك. زي مثلا كده إحنا مثلا بننزل الشارع، فبنشوف مثلا إيه شكل العمارة عندنا، او شكل البيت عندنا مش ولا بد شويه مع الشارع، معرفش فيه شويه حفر ومطبات وكده، فبتبقى بتبص له كده بتقول ايه محتاج تحديث. طيب التحديث ده بقى مهم جدا لبعض الحاجات، بس في حاجه برضو مهمه يعني ان انت مش الواحد مش بياخد باله منها. التحديث على حسب المكان والزمان بيفرق. يعني مثلا مش كل حاجه مثلا ايه نتكلم عنها هتبقى مبهره قوي، يعني التحديث في كل الحاجات مش مبهر قوي، وبرضه في بعض الحاجات لا لازم يكون مبهر، ولازم يكون حلو. زي اما احنا بنجيب حاجه جديده لنفسنا، طب ما دي تعتبر من التحديث. يعني زي كده ما كنا بنتكلم من شويه على التليفونات، التليفون نفسه تحديث، الهدوم بتاعتنا تحديث، المكان اللي احنا ساكنين فيه
في ناس بتحب النمط القديم، النمط اللي هو مثلا يقول لك ايه، عندنا البيت بالاساس اللي فيه، بالحاجات اللي فيه، هي كده شكلها شكلها ايه، عبق التاريخ، حاجه كده حلوه يعني. انا يعني ايه، انا حاببها كده، انا بحب امشي في الموضوع وهو كده وجميل وزي الفل وعاجبني جدا. طيب، هل انتوا بقى شخصيا يعني تحبوا تحدثوا من الحاجه حواليكوا ومن الحاجه اللي معاكوا، ولا تكتفي ان هي لما تجيب اخرها نبقى نحدثها؟ ايه الاخبار؟ عايز اعرف رايكم، ونروح نسمع الاغنيه الحلوه دي ونرجع تاني بعد الفاصل على طول سويا. يلا بينا فاصل ومكملين معاكم برنامج اكونت مع مصطفى احمد على راديو عيش حياتك، كينج راديوهات الانترنت مع مصطفى احمد. ايوه، برضو جمعه مباركه على الجميع، واوعى تروحوا في اي حته يا جدعان عشان احنا بعد شويه هنفرق لحمه. يلا سلام. www.ishhayatek.com, la toute dernière radio internet. www.ishhayatek.com, la toute dernière radio internet. Radio عيش حياتك.
ورجعنا بعد الفاصل ومكملين معاكم في اكونت مع مصطفى احمد على راديو عيش حياتك كل يوم جمعة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. وهوبا وصلنا بعد الفاصل. نخش بقى النهارده على موضوع التحديث، وموضوع تحديث حياتك. الانسان لازم يحدث حياته، ولازم يحدث حياة اللي حواليه عشان ما ينساش، ما يبقاش اناني. يحدث نفسه بس وينسى اللي حواليه، يحدث البيئة اللي هو عايش فيها او المكان اللي هو عايش فيه وينسى اللي حواليه. مش مهم، المهم انا كويس، الباقي ماليش علاقة بيه صح ولا مش صح. على فكرة عايز اقول لكم ان كتير جدا من الناس انانية في الحتة دي، عندها انانية، يقول لك انا وماليش علاقة بالباقي، انا يعني الباقي ما يلزمنيش في اي حاجة. ليه؟ لان هو دايما بيبقى شايف ان هو طالما انا مظبط نفسي ومظبط حالي خلاص، الباقي بقى يعني كل واحد يشتغل على نفسه، كل واحد يعمل كده. طب ما انت افرض مثلا انت ربنا مديك حاجه كده حلوه تمام، والمفروض ان انت يعني الباقيين ياخدوا منها او يشوفوا منها يعني وكده. ما تعملش كده ليه؟ ايه اللي هيخس عليك مثلا ان انت ما تعملش كده؟ زي مثلا واحد فاتح شركه، فدايما عنده احدث حاجات، احدث عربيه، افخم شقه او فيلا، بيروح معرفش يسافر فين ويجي منين والكلام ده كله. وتيجي عند موظف غلبان، خلي بالكم يا جماعه من حته موظف غلبان دي، من الناس اللي بتشتغل كلها تقول لي يعني بص، على فكره انت جيت على الجرح جامد قوي يا درش بجد يعني. جيت على الجرح فعلا. ففي حته موظف غلبان دي يعني يا استاذ بعد اذن حضرتك، يعني يا صاحب الشركه او يا صاحب الحاجه، لازم تعمل ابديت للموظفين دول بجد، يعني تريحهم شويه. يعني الهام بتقول لي مساء النور، مساء الانوار يا الهام، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ واخبار الحياه معاك ايه؟ قولي لي انت تحبي التحديث دايما في الحياه ولا ما تحبهوش؟ تحبي تحدثي من الحاجات اللي حواليكي ومن نفسك ومن الاشياء اللي معاكي. الحاجات اللي معاكي حلوه، الاشياء اللي معاكي دي فكرتني باحمد مكي في الفيلم اين اشيائي، في طول الفيلم اين اشيائي ومش عارفين ايه هي الاشياء دي بالظبط، يعني مش مهم. المهم يا الهام قولي لي انت دلوقتي بتحدثي الحاجات اللي حواليك تمام، بتحدثي كده الحاجات اللي معاكي. انت اول حاجه تحبي تبتدي بيها ايه لو انت هتعملي تحديث لحاجه في حياتك؟ وطبعا المستمعين اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا، احب اعرف منكم انتوا بتبتدوا بايه تحدثوا بيه حياتكم. نقطع بدور على القلم بس عشان مش عارف هو فين بالظبط، بيختفي في الايه في الميكسر الكبير اللي قدامي هنا. وانتم مش شايفين الحاجه، يعني مش شايفين الميكسر هنا عملاق، الميكسر هنا كبير شويه، زراير كتيره وحاجات كتيره قوي، ده بيشتغل وده بيشتغل. انا بقعد ادور على القلم، فهو بيبقى غصان في حته كده مش يعني مش حلو بصراحه. ما تختصش بعد كده من ورايا بعد اذنك لو سمحت يعني. فدلوقتي احنا بسأل سؤال للناس اللي قاعده دلوقتي. انا اتمنى ان انتوا تشغلوا نفسكم شويه كده وكل واحد اتحركوا شويه معايا تمام. تحب تحدث من الحاجه اللي معاك، ولا تستنى لحد ما تستهلك وتقول خلاص بقى يعني اشوف الجديد، اعمل غيرها؟ زي مثلا الديكور بتاع الاوضه مثلا عندك. الديكور بتاع الاوضه، بلاش الديكور بتاع الاوضه عشان واسعه شويه تمام. يعني مثلا الوان الاوضه، خلينا في الالوان بتاع الاوضه. اللون تمام، اللون بقى بهت شويه كده ومش حلو ومش عارف وانت معلق مثلا معلق صوره ليك حلوه كده على الحيطه وتمام. بلاش نيجي جنب الالوان دلوقتي بتاع الحيطه، خلينا في الصوره تمام. زي كده بالظبط. ويعني تشبيه جامد قوي. هقول لكم دلوقتي سؤال خطر في بالي. صورة البروفايل بتاعتك دايما في ناس بتحب ان هي ما تغيرهاش، يعني نادرا لما تغيرها. انا من الناس دي على فكرة، انا بجد من الناس دي. تحديث صورة البروفايل بالنسبة لي يعني بيبقى بالعافية قوي،
محتاج بقى قوانين وتصريحات ومثلا واقناع كبير قوي قوي قوي، وفي الاخر اغيرها مثلا 10 دقايق وبعد كده ارجع القديمه تاني. طب ليه يا ابني ليه؟ يعني انا راجل يعني اللي هو ايه، كلاسيكي قوي. انا بحب الكلاسيكيات بصراحه جدا جدا جدا، بحب الحاجات اللي هي الايه، الحاجات القديمه بحسها فنيه اكتر. والله بس برضه بحب الحاجات اللي هي الحديثه، غدا بتقول لي طبعا التحديث في الحياه حاجه مهمه جدا، واول حاجه هبدا بيها ان اتطور من نفسي واتعلم الادوات اللي تطورني، زي كورسات او فيديوهات تحفيزيه او تجاره ابدا اشتغل فيها. يعني ده جميل جدا ان الواحد يبدا فعلا يطور من نفسه، ويبدا يعمل حاجات هو ما عملهاش قبل كده، ويشتغل في حاجات هو ما اشتغلهاش قبل كده. في ناس بتخاف تقول لك ان ايه، ما اخشش في الموضوع ده عشان ما افشلش ويجيب لي حاله نفسيه هتحبطني بعد كده. ناس كتيره جدا بيحصل لها كده على فكره، ناس كتيره بيحصل لها ان هي بتبقى خايفه قوي ومتوتره، لو عملت الحاجه بتاخد يعني ايه يعني زي كده ايه، بتقعد تقول لنفسها 500,000 مره يعني بلاش بلاش بلاش، ويقعد يقول لنفسه حاجات كتير قوي ان لا انا هفشل وهيبقى شكلي وحش ونفسيتي هتتعب وهتتضايق. طب ما انت في حد ذاتك على فكره، انا عايز اقول لك على حاجه، او عايز اقول لكم على حاجه، انت في حد ذاتك ان انت كسرت حاجه مهمه جدا في روتينك، الروتين بتاع حياتك، ودي يجيب لك يعني ايه، يديك ابعاد مختلفه في الحياه، شكل تاني في الحياه. الشات بيمشي، قصدي اللايف بيمشي بسرعه. الهام بتقول اول حاجه وتحديث في حياتي، بنهي من حياتي الخوف واغير شكلي للاحلى مبدئيا، بعدين اشوف الحاجات الجديه التانية اللي تنفع حياتي. طبعا مهم جدا ان الواحد كده يبتدي يعني ايه، يخلي حياته الوانها حلوه، يخلي حياته ايه، الوانها حلوه، الوانها كده مزهزهه. عارفين كده الحاجه مثلا الفيديو كده، لما تبقى قاعد تتفرج على فيديو كده 4K مثلا، اللي هو حاجه كده حلوه كده، تلاقي الالوان ايه، زي مثلا قديم كده يقول لك الالوان دي بتنطق على فكره. ايه ده؟ ايه دي مغسوله بربص ايه بالظبط يا جدعان؟ زي كده وانت معدي من تحت مثلا بلكونه، تمام، وتلاقي كم حاجه مغسوله، تمام. بس هو خطر في بالي حته البلكونه دلوقتي من فيلم كده قديم، انا ما اعرفش النهارده جاي لي في موضوع الافلام، مش فاهم حاجه غريبه جدا بصراحه. موضوع الفيلم بتاع محمد رضا وفريد شوقي لما كانوا في الكلوب، يعني في السجن وكده، فهو بيقول له اصل انا يعني ايه بقى، يعني الغسيل عندكم يا بت نعناع حلو ولا مش عارف يا بت ايه كده يعني. فالموضوع ايه، افتكرته دلوقتي بصراحه يعني. وفاء بتقول بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ليك يا وفاء انت كمان. وعايز اسالك سؤال يا وفاء، تحبي تجددي في الحاجه اللي حواليكي ولا تسيبيها لحد ما روحها تطلع او تجيبي غيرها جديد؟ بصراحه يعني انا عايز اسمع دلوقتي راي الناس اللي قاعده دلوقتي، والناس اللي قاعده دلوقتي بتشوف اللايف فيديو تاخد شير لللايف كده وتعمل منشن لاصدقائها، علشان كل واحد يخش يكتب كلمتين حلوين ويديني رايه. انا فاتح البرنامج ده عشان الناس تديني رايها، انا بحب الديمقراطيه، بحب الاراء، تقول لي رايك ايه وانا عادي ما اعملش بيه، مش مشكله، بس المهم ان انت تقول لي رايك في الاخر. ليه؟ عشان ده حاجه كويسه جدا، يعني توافق بقى، يعني توافق الافكار وناخد وندي مع بعضينا وكده. الهام بتقول لي موضوع النهارده عجبني، اي خدمه. هو بص ده الجديد بقى، انا دايما بتاع ايه الجديد، الابديت، احب اجدد، بتحسن نفسيا وتغيير وتجديد طاقه، تجديد طاقه. اللهم طاقه يا ست نودي. اي والله نودي بتقول لي اجدد بقى نفسيتي تتحسن. يعني انا عايزه، انا كنت بص يا نودي، عشان ايه، عشان نبقى فاهمين بعضينا. قولي لي اخر حاجه جددتيها ونفسيتك اتحسنت كانت ايه؟ بصراحه كده بامانه، عشان بصي، وكل واحد دلوقتي قاعد يشوفني في اللايف فيديو يقول لي اخر حاجه جددها ونفسيته اتحسنت زي نودي كده، تمام؟ ها كانت ايه بصراحه؟ يعني عشان ايه، عشان نبقى كده كلنا يعني ايه حلوين مع بعضينا وكلنا فاهمين بعضينا، تمام. هنروح غالبا يعني ايه الناس افتكرونا دلوقتي وهيقعدوا يكتبوا لنا وكده.
بجد 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 ضحكتني والله العظيم فعلا. طب اخد قبل ما اقول لكم، نودي كاتبه ايه. الهام بتقول اللهم طاقه، اللهم سعاده، اللهم صبر، اللهم تفاؤل. حلوه قوي بجد والله، حلوه فعلا، دعوات حلوه 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 في المقص فعلا، بجد في الثمانينات فعلا والله. يعني ده على فكره دي امثله في الكوره، عشان عايز اقول لك كده يعني، ها كره القدم انت عارفه. نودي بتقول نودي بتقول بكل جراءه، يعني ما عندهاش يا جماعه بصوا يا جماعه، نودي داخله اللي هو ايه، دخلت اسد كده، اسد. ايوه انا داخل، بص انا داخل، انا مش خايفه من اي حاجه، انا جددت في البيت يا جماعه ونفسيتي اتحسنت. نفسيتي اتحسنت لما جددت الستاير. تخيل يبقى يجي في يوم من الايام، يعني انا مثلا دلوقتي لما اجدد الستاير في البيت نفسيتي هترتاح بجد والله. انا حاسس ان انا يعني لو جددت الستاير في البيت نفسيتي هترتاح فعلا بجد. انا لازم اروح اقول لهم النهارده في البيت ان انا لازم اجدد الستاير فعلا والله. يعني مش عارف يعني، طب اجدد الستاير ومعاها حاجه تانية ولا الستاير بس؟ شيماء بتقول لي مساء الورد. مساء الورد يا شيماء، اخبارك ايه؟ كنت عايز اسالك سؤال اللي هو بتاع الحلقه، بساله لكل مستمع بيدخل على اللايف دلوقتي وبيشوفني وبيسمعني. تمام، طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنبقى كل يوم جمعه الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. مهم جدا ان انتم تعرفوا ان انتم بتوقيت القاهره، لان احنا دلوقتي على السوشيال ميديا، فالسوشيال ميديا في ناس تسمعنا من كل حته في العالم، من جهات كتيره جدا. فاحنا كل يوم جمعه الساعه كام؟ الساعه 7 مساء، يعني 7، يعني 7 بالانجليزي. تمام، بالفرنساوي بقى ما اعرفش بقى هم بقى، ما انا ما درستش فرنساوي بصراحه، انا درست تشيكوسلافي وبتاع ده واسمها ايه، وجزاوي وسمبلاويني، وكمان معاهم كان انجليزي، انما حاجه لا انا ما درستش حاجه تانية. ونودي بتقول من الكويت والف تحيه واحلى، الله يبارك لك والله. انا ما بعرفش ازغرط بصراحه. تحيه لاخواننا المصريين حبايبنا اللي قاعدين في الكويت ومنورينا كمان، منورين. هي المعلم الرئيسي في الكويت، ده شو برج طويل كده، هو البرج ده اسمه ايه هناك عشان ابقى عارف؟ بس هو بيطلع دايما في الطقس اللي هو فاهمه يعني، دايما بيجيب لك الطقس بتاع عواصم العالم كده، يجيب لك يعني مثلا مصر يجيب لك الاهرامات، نيويورك بيجيب لك اللي هو التايم سكوير، الكويت بقى زي مثلا كده السعوديه طبعا بيجيبوا فيها الساعه بتاعت السعوديه الجديده. هو الكويت بقى البتاعه الطويله بقى اللي هم بيجيبوها دي اللي هي اخرها فيها كوره كده، دي ايه بالظبط عشان ابقى فاهم؟ عشان انا ما رحتش بصراحه، عشان لما تبعتي لي دعوه اروح هناك اول مكان اروح ازوره هناك البتاعه دي بصراحه، يعني انا لازم اروح اشوف الكوره دي بصراحه. شيماء هاي باس بتقول منوره يا صديقتي والله. انت فين بجد والله؟ يعني بصراحه قطعت الجوابات فجاه كده، ويعني مش عارف بصراحه يا جماعه، في ناس دايما كده بتنورني في اللايف فيديو بتاع الحلقه بقالهم فتره طويله قوي 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 قوي، يعني قاطعين بيا بصراحه، يعني لا سلامات ولا جوابات ولا حتى شيكات ولا اي حاجه بصراحه. طب حتى تحويل حتى 10 جنيه يعني كارته ب 10 اللي بيدي 7، يعني مش كده بجد يعني، على الاقل الواحد يشحن الباقه ويعرف يعمل لايف يعني بجد يعني، اكسكيوز مي يعني. شيماء بتقول هعمل فلتر لكل الناس اللي ملهاش لازمه. شيماء اول تحديث ليها بتقول هعمل فلتر لكل الناس اللي ملهاش لازمه. طيب نقف هنا بقى ونقول ايه، مين اللي بقى بيأيد شيماء في الفكره دي ويعمل زيها؟ مين اللي ممكن يعمل الفكره دي زي شيماء؟ طبعا كمان واحده، عشان ايه؟ عشان الطبعا اللي جايه دي مختلفه شويه. طبعا كل الناس هتقول انا عايز اعمل كده، انا عايز اعمل زي شيماء، كلنا هنقول انا عايز اعمل زي شيماء. لا يا جماعه بعد اذنكم بقى بالدور، واحد كله هيفلتر واحد. تمام. شيماء بتقول دلوقتي الناس اللي ملهاش لازمه. طيب من وجهه نظرك دلوقتي ان في ناس كتيره جدا ملهاش لازمه، انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده مهم جدا. ناس بتقول ان في ناس كتير في حياتي ملهاش لازمه. تمام. فكرت انت كشخص ان انت برضو نفس الموضوع ده عند ناس تانية؟
يعني انت دلوقتي بتقول مثلا ايه ان في ناس دي مالهاش لازمه علشان هي مثلا مش بتقف جنبي، الناس دي مش بتسأل عليا، الناس دي وحشه، الناس دي مش بتعمل حاجه كويسه. طب انت بادرت او عملت مبادره عايزين نحسن علاقات شويه. بجد انا جاي عشان احسن علاقات المجتمع ببعضيها، لان المجتمع انا حاسس المجتمع بقاش طايق بعضيه زياده عن اللزوم. بجد والله انا على فكره مؤيد فكره شيماء. يعني انا دايما ببقى عندي حته ايه ان هو والله الانسان ده مش كويس، او الانسان ده مش هيقدرني، يعني المركب اللي تودي احسن من اللي تجيب. يعني المثل ده معروف دايما. بس احنا عندنا فكره حته ايه، حته ان الانسان ما يبقاش قاسي برضه شويه، يعني ايه يلتمس الاعذار ويشوف الظروف بتاعت الناس، ويشوف برضه حاجات ايه داخليه عند الناس. نفسيه الناس بقت تعبانه جدا الايام دي، وفيها تعب جامد قوي بصراحه، تعب بجد فظيع. يعني انا فعلا بجد من الواحد بيشوفه وبيسمعه وبيوصل له من مسجات وكده، يعني خاصه على الصفحه بتاعتي الكبيره وكده. بلاقي ان في ناس بتشتكي من حاجات كتير قوي، في حياتها. مش الحاجات يا جماعه احنا دايما بنبص للشكوى ان هي شكوى ماديه. اغلب الناس اللي بتقعد تبعت لي وكده الشكاوي بتاعتهم مش ماديه، الشكاوي بتاعتهم بتبقى نفسيه، بيبقى تعبان، عايز اللي يحس بيه، عايز اللي يفرحه، عايز اللي يعرف هو تعبان من ايه، بيشتكي من ايه اللي ممكن يغير المود بتاعه. ان انت اصلا ان انت تدخل حياه بني ادم، او ان انت مثلا تكلم بني ادم كده، او والله يعني ممكن مثلا ايه تلاقي مثلا حد قاعد بيكتب طول الوقت بوستات وحاجات كده بتضحك، ولما تيجي تكلمه تلاقيه اصلا يعني يبكي. طب ليه انت مستخبي هو في الحاجات اللي بتضحك دي؟ مستخبي في الحاجات اللي بتضحك ليه؟ علشان هو اصلا، ما هو في حاجه تانية، هو لو ما ضحكش، هو لو ما حطش الحاجات اللي تضحك دي وما ضحكش نفسه هيعمل ايه؟ ما هتقفل في وشه وهتبقى سودة، وهيبقى في الاخر ايه؟ هيقعد يستنى مثلا عشان ينتحر مثلا، او يبقى خلاص يفضل حياته كلها كده. ما هو الناس بتعمل كده. فما تستهونش في حياتك بان فعلا الناس اللي تعبانه نفسيا ما تستهونش ان انت تطبطب عليهم بجد. ممكن تحس من شخص مثلا ان هو شخص مش تقيل على قلبك، لا ما انا مش قادر، هو مثلا مش هينفع يتغير، ولازم يبقى مش في حياتي، تمام. ده في شخصيه انت بتوصل معاه لكده، اللي هو ايه خلاص يعني ايه شكرا ليك، يلا نشوف كل واحد يشوف غير التاني، تمام. ليه؟ لان انا مش قادر استحملك بصراحه. انت لا بتغير من نفسك ولا بتتغير علشان بتحبني ولا اي حاجه. يبقى احنا يعني انت شايف نفسك في حته وانا شايف نفسي في حته تانية مع حد تاني. القلم اتكسرت منه حته، حاجه غريبه جدا والله. حد بص لي في القلم بتاعي، صح؟ حد بص لي فيه، انا عارف على فكره العين صابتني ورب العرش نجاني، ماشي. سارة بتقول المجتمع كله الفترة دي ما بقاش طايق بعضه، مش عارفة ايه اللي حصل. انا هقول لك اللي حصل، بس بعد الفاصل. هناخد فاصل صغير جدا ونرجع نكمل في المهرجان السنوي لأم الخلول. ايوه، المهرجان السنوي لأم الخلول. انا عايز اسال سؤال صغير جدا قبل ما اطلع فاصل، والله اسال المستمعين بتوعي الاعزاء والمشاهدين بتوعي الاوفياء، تمام. نفر واحد، ازاي اصلا الانسان يقدر يعيش من غير فول سوداني؟ بجد والله، يعني فعلا بجد الموضوع ده شاغل بالي بقاله 5-6 سنين. ازاي الانسان قادر يعيش من غير الفول السوداني؟ فاصل ومكملين. اتمنى تحطوا لي ابتسامه في الكومنتات اثناء الاغنيه وهي شغاله. www.ishhayatek.com, la toute dernière radio internet. Radio Aish Hayatek.
ورجعنا تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم برنامج اكونت مع مصطفى احمد على راديو عيش حياتك، كل يوم جمعه مباركه الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره، بتوقيت الدنيا. دايما منورنا يا جماعه على اللايف فيديو اللي موجود في كل مكان على السوشيال ميديا تحت عنوان او هاشتاج اكونت مصطفى احمد. سارة كانت بتقول قبل الفاصل ان المجتمع كله بقى مش طايق بعضه، مش عارفه ايه اللي حصل. طيب ناخد برضو رأي نودي. بتقول تقدر تتكلم عن روحك. دي كانت الأغنية اللي فاتت للهضبة. تحياتنا كبيرة جدا لكل المبدعين بكل مكان. دي كان رأي قيصرة الشعر العربي. منوراني يا قيصرة الشعر العربي. يعني أتمنى أن دايما كل المبدعين في كل مكان تحياتنا ليهم، تحياتنا لكل المبدعين والناس اللي مش قادرة تبدع. أتمنى أن انتوا تبدعوا يا جماعة بجد والله. عشان كده بصراحة يعني الإنسان لازم يشغل مخه شوية، لازم الحتة البتاع اللي هنا دي يعني دي أكيد مش شوية جيلي هم يعني فاهمين، يعني حبة كده إيه، حبة حركات تسوي إيه المهارات. لا أنا بقول أغاني يا جماعه على فكره، ان اللي عايز يكتشفني ان انا بكتب اغاني وكده وعايز يعني عايز مني كلمات يبعت لي وقت اللايف وانا شغال، عشان بطلع وقت البرنامج احلى اشعار بجد. يعني احبك يا اشعار يعني حلو قوي يا عبد الجبار. تمام. المجتمع بقى يعني ما بقاش بيحب بعضه بسبب ايه، او مش طايق بعضه بسبب ايه؟ بسبب ان كل واحد عايش في وادي لوحده. كل واحد عايز ينجح لوحده، كل واحد عايز يبقى احسن واحد لوحده، كل واحد عايز يبقى فوق الكل لوحده. كل واحد عايز يبقى فوق الكل، كل واحدة عايز تبقى احلى من كل اصحابها. كل انسان عنده مكان او شركة او مصنع او اي حاجة، عايز يبقى كل اللي تحته كلهم بيشتغلوا وهو الوحيد اللي صاحب المكان. وقيسي ده على كل حاجة. الطالب وقاعد في مدرسته بيفكر ازاي يبقى هو احسن من الباقيين. ليه؟ لان دي حاجات مترسخة في جواه من البيت، من البيئة اللي هو عايش فيها، وحاجات كتيرة جدا على فكرة. ده نودي بتقول فعلا هو حقيقي عدم الرضا خلى الناس كلها بتسعى ان هي ايه، ان هي لا انا عايزة ابقى انا رقم واحد. انا مفيش بعدي كده، مفيش بعدي ومفيش زيي ومفيش احسن مني. وكل الحاجات دي عملت ايه؟ عملت تركيبات وعقد وكلاكيع كتيرة جدا عند الناس. فالمجتمع اصبح معقد زيادة عن اللزوم. عارفين كده زي كده الهاند فري بتاعتنا القديمة، اللي هي لما كنا بنجيب التليفون وبتاع ونقعد ونحطها في جيبنا ونطلعها فبنلاقيها متشبكة 500,000 حاجة، ففي الاخر بتزهق منها وترميها. احنا بقينا متلعبكين او داخلين معقدين جوه بعض كده، عقد كتيرة جدا مش عارفة تتفك. والمشكلة الأكبر كمان، إن اللي بيجي يعالج العقد دي ما بيبانش في المجتمع دلوقتي. ليه؟ لأن اللي بيبان أكتر هو المعقد. فلما أنت دلوقتي تبقى قاعد معقد نفسيا وتسمع واحد معقد، عقدتك بتزيد أكتر. حد فاهم حاجة ولا بقول التشيكوسلوفاكي؟ أكيد بقول التشيكوسلوفاكي صح؟ طب نتكلم عربي شوية. تمام. نتكلم عربي. عايزين ينجحوا من غير تعب. نودي بتقول عايزين ايه؟ ينجحوا من غير تعب. يعني بصراحة الناس كلها عايزة تنجح من غير تعب. الناس كلها عايزة تبقى هما البوب ستار في كل حاجة بجد. يعني كل واحد عايز يبقى هو المتألق الواو، كل الحاجات الجميلة. أنا الحلو اللي في الحياة، أنا الحلو اللي محل أيامكم. لا ده على فكرة دي الكلمة دي بتاعتي أنا. ها تمام. يعني أنا قصدي الحلو اللي محل أيامكم. صح ولا مش صح؟ يعني عشان ما أكدبش بصراحة. يعني طبعا انتوا بتتابعوني كل جمعة على راديو عيش حياتك، برنامج اكونت مع مصطفى احمد. ومنورين، اي والله منورين بجد على فكرة. التحديثات بقى اللي بنتكلم عنها قبل ما ناخد الكومنتات اللي هي جات لنا على السؤال بتاع الحلقة قبل الحلقة بيومين. من التحديثات المفروض ان اللي احنا
دايما على الكوكب نفسه تحديثات في اشكال الحياه. اشكال الحياه دايما بيبقى لها تحديث، وبتختلف انماطها من بلد لاخرى او من دوله لاخرى او من كمان من من حي لاخر، الاحياء او المقاطعات زي ما كل واحد بيسميها في بلده. التحديث الاهم جدا اللي المفروض يعني الانسان يشتغل عليه هو تحديث افكاره. تحديث افكاره مهم جدا، ان كل انسان يحدث افكاره. اذا كانت النهارده افكارك سلبيه حدثها خليها ايجابيه. ليه؟ علشان انت في الاخر اللي بتضر نفسك. هتفضل عايش في حته الافكار السلبيه، هتفضل محبط طول الوقت، مش شايف اي نور حواليك في اي مكان. تمام؟ تحديث السلوك تحديث السلوك لكل انسان. يعني عندنا مثلا سلوك، في انسان عدواني، في انسان بيحقد، في انسان بيحسد، في انسان بيحب دايما الخير لكل الناس. سلوكك دايما تحدثه في ايه؟ دايما تحدثه ان الافضل. المجتمع لما يكون عايز ينهض او عايز يشتغل او عايز يبدع او عايز يعني يبقى مجتمع ناجح ما بين مجتمعات العالم، بيعمل ايه؟ اكيد مش بيقعد يبص على بعضه، اكيد مش بيقعد يبص على اللي فات ويقول لا الله ده اللي فات ده كان حلو قوي. احنا عندنا عاده على فكره في المجتمعات العربيه، عاده فظيعه. بيخافوا دايما من التطور. هم بقى عايزين يتطوروا بس بيخافوا من التطور في ايه؟ بيخافوا ان هو لا اصل الحاجات القديمه احلى، اصل القديم احنا خدنا عليه. الرتابه. ولما يجي حد يغير ويظبط الاداء يقول لك ياه ما احنا كنا حلوين زمان. لا، الحياه دايما بتستمر في تغيير، الحياه دايما بتستمر في اشكال مختلفه. اشكال يعني مثلا احنا لو انا جيت دلوقتي قعدتك تعالى مثلا على سبيل المثال، عندنا متحف من المتاحف الاثريه زي ايه كده، زي مثلا القلعه. تمام؟ القلعه اللي في اسكندريه او اللي هي في القاهره هنا، دي كان مكان بيقعد فيه مثلا كان بيقعد مكان بيقعد فيه القائد او الملك او كده يعني. تمام؟ ده كان مكان المفروض فخم جدا، مفيش فخامه بعد كده. تمام؟ هل يصلح ان انت في 2021 ان انت تعيش فيه مع انه كان مكان فخم جدا في وقتها؟ مكان كان اللي بيخش المكان ده كان هو صفوة القوم، صح ولا مش صح؟ تعال انت دلوقتي مثلا هقول لك ان انت تعيش بنفس الحاجات دي، بنفس الحاجات اللي موجوده فيه دلوقتي حاليا زي ما هو كده، دي هتبقى العيشه بتاعتك او البيئه بتاعتك اللي انت هتعيش فيها. طيب هتقدر تعيش؟ مش تقدر تعيش، اكيد مش صعب جدا تعيش. ليه؟ الوضع اختلف. لازم عشان كده بنقول التحديث، لازم التحديث. زي كده مثلا ما احنا نقول في حاجه برضو نودي بتقول منطقه الامان ليه بيخافوا من تغيير؟ صعب، كل زمان وليه متطلبات. طبعا اكيد كل زمان وليه متطلباته. يعني مثلا دلوقتي اغلب الناس دلوقتي لو قلت لهم ترجع تعيش ايامك زمان، ايامك انت شخصيا زمان، يعني ايام دلوقتي، ايام ما كنت كده، ايام ما كنت صغير، تعيش الايام اللي انت كنت صغير فيها دلوقتي حاليا، اغلب الناس ممكن تقول لي وفي ناس تقول لي لا. بس انا الصراحه لا، انا اقول لك لا، اعيش دلوقتي لان خلاص الزمن بتاع زمان كان ليه تفكيره وليه حاجاته اللي خلاص راحت، بقت ذكرى بالنسبه لواحد، ذكرى جميله او ذكرى مش حلوه شويه. تمام؟ هو دايما الحياه فيها كده وفيها كده، بس احنا دايما نبص نبص للابديت، نبص للمستقبل. بس عندنا في ثوابت، في حاجات ثابته ما بتتغيرش. ثوابت زي ايه؟ ثوابت زي ان انت مثلا ان انت مش عشان حاجه تبقى عايزها ان انت تهين نفسك، او ان انت ما تبقاش بني ادم، او ان انت تبقى بني ادم تضحك عليك خلق الله. تمام؟ علشان علشان مثلا في الاخر تبقى مشهور، او علشان شويه لايكات، او علشان حاجه في الاخر كده انت وهي انتوا الاثنين ماشيين مع انتوا الاثنين هتمشوا. على فكره انتوا الاثنين هتمشوا، يعني انت والحاجه اللي انت بتجري وراها احنا الاثنين كلنا هنروح. تمام؟ فطب ليه ما اعيش انسان؟ معيش انسان كويس مبدع، بيفكر، بيتطور، بيعمل الحاجات الجميله، الاشياء الجميله
اللي هي يعني انا زي مثلا دلوقتي ايه، حد هيقول لي اصل انت ما يعني بيسمعك في البرنامج ناس عدد بسيط ومش عارف ايه. انا جميل جدا على فكره، حلو قوي. عدد البسيط ده واحد منهم متاثر بالكلام اللي انا بقوله او الحاجه اللي انا بعملها احسن من مليون او 2 مليون، تمام؟ فاتحين اللايف ده وكل واحد مركز في حاجه تانية بيعملها. لا، انا بالنسبه لي واحد سمعني وتاثر احسن من مليون عديت عليهم كده وخلاص. يعني اللي هو ايه، انت عادي فيديو من ضمن الفيديوهات. لا، المهم ان انت تأدي الدور اللي عليك بشكل انت نفسك تكون راضي عنه. علشان كده لما تيجي تحدث حاجه في حياتك لازم تكون التحديث ده متوافق مع شخصيتك انت، مش شخصيه غيرك، مش شخصيه حد تاني، مش عشان هو عمل كده انا بعمل كده، ولا ايه؟ كل الناس لهم فانز، انت ليك اسره بتتابعك، كل بيتي باسم والله ربنا يخليكي. ويعني انت عارفه يعني يا نداء يعني ايه، غلاوتكم عندي كلكم بصراحه، والدكتور يعني بصراحه، والاولاد كلهم يعني ايه، انتوا والله منورينا دايما بجد والله العظيم، فعلا حقيقي يعني. وطبعا يعني دي يعني احلى حاجه تسعدني او اكتر حاجه تسعدني ان انت تقولي حاجه زي كده او تكتبي حاجه زي كده، والله حقيقي بصراحه يعني. وانا دايما بحب كده ايه، بحب ان الناس يعني ايه تبقى مبسوطه، والناس يعني ايه يعني انا بطلع اقول الحاجه اللي جوايا، اللي هي يا جماعه اصل احنا دايما مشكلتنا ان احنا ايه، بنقول او فاكرين ان كل الناس لازم تكون ملايكه. لا، احنا لازم تحس من جوه انت انسان بتغلط، بتعمل الصح، بتتعب نفسيا، بتتأثر، بتفرح، بتعيط، بتعمل حاجات كتير قوي. يعني الانسان دايما حاله متغير ما بين لحظة والتانية وبين وقت والتاني. بس الفرق هنا ان انت كإنسان الحاجة الوحيدة اللي بتفرقك عن انسان تاني ان انت ما تأذيش حد بأفعالك ما تأذيش بيها حد. لو انت مش كويس، فانت خليك مش كويس مثلا مع ايه، ده شيرين بتقول ايه، طبعا ترجعي زمان تعملي ايه؟ قولي لي لو انت عايز ترجعي زمان هتعملي ايه في الزمن اللي انت هترجعي له ده؟ كمان عندنا تحديث مهم جدا في الاعلام المرئي والمسموع والسوشيال ميديا، كل الحاجات دي كلها. لو دلوقتي مثلا احنا دلوقتي قاعدين بنتفرج على الاعلام ايام ما كان زمان بيعرض لنا حاجات كده بسيطه وحاجات خفيفه وبتاع والدنيا جميله، تمام؟ هتلاقي نفسك لا، مثلا لو ما فيش مثلا ابديت في الحاجات دي على ان الحاجات اللي بتحصل دلوقتي على السوشيال ميديا مش بتطلع في الاعلام، هتلاقي نفسك مش بتتفرج عليه. ليه؟ لانه ما عندوش ابديت. السوشيال ميديا عندها ابديت اعلى. شيرين بتقول احنا بشر، كل واحد فيه حلو وفيه وحش، فيه فرح وفيه زعل. حقيقي في كل واحد فعلا فيه الحلو وفيه الوحش. كلنا فينا حاجات على بعض، فينا تركيبه، كل واحد ليه تركيبه بتاعته. المهم التركيبه بتاعتك في الاخر ما تاثرش بالسلب على غيرك، على نفسيه غيرك. يعني ما تجيش مثلا تبقى انت الانا عندك عالي قوي، عندك يعني ما شاء الله تحرق بها مدن، تمام؟ وتيجي عند الناس تتغر عليهم او تتكبر عليهم او تعمل فيها شخصيه عليهم. لا مش كده بجد. هو مش كده. هو ده بقى الانسان ايه؟ الانسان ساعتها لا، انت كده بتضر غيرك، تمام؟ او ان انت تمنع مثلا ان حد يساعد غيرك. لا ما تساعدوش، ده ما يستحقش. يا عم انت مالك هو ليه يستحق او ما يستحقش؟ دي مش بتاعتك انت، دي مش حاجه خاصه بيك. الاهم، انا كنت لسه بقول لك دلوقتي ان الاهم يا شيرين ان الواحد فعلا ما يأذيش غيره. كنت بتكلم عن الاعلام والاعلام المرئي والمسموع والسوشيال ميديا. التحديث بتاع الاعلام المرئي والمسموع بقى السوشيال ميديا. يعني مثلا دلوقتي انا بتكلم دلوقتي على راديو اسمه راديو عيش حياتك على الانترنت، تمام؟ الراديو بتاع الانترنت ده من حوالي 12 سنه كان لما فتحناه
كان بالنسبه للناس حاجه كده ايه اللي هو يعني ايه راديو على الانترنت. هو الراديو ده مش مثلا انا بجيبه بروح اشتري محل راديوهات وبتاع واقول له انا عايز راديو يجيب الاذاعات اللي كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا، لما فتحنا الراديو في وقتها من حوالي 11 سنه او 12 سنه كانوا مستغربين. طب والراديو ده يشتغل ازاي؟ طب يعني الراديو ده نسمعه ازاي؟ طب نجيبه منين؟ الكلام ده كله. مع ان مثلا في امريكا كان اغلب المقاطعات في امريكا كانت بتشتغل على راديوهات نت. ليه؟ لان النت عندهم متوصل في كل مكان. فراديوهات النت دي بتجيب لهم ايه؟ بتجيب لهم كل الحاجات اللي ايه، ده حاجه ده خاص بالمحافظه دي او الولايه دي، وده خاص بالولايه دي، ده خاص بالمكان ده كده يعني. تمام. فكان بيحدث لهم ايه؟ احدث الايه؟ الاحدث دايما بيجيبوا. نودي بتقول امي الله يرحمها الف رحمه ونور تنزل عليها، مره بتدي شخص بقول لها يا ماما ده مش محتاج، قالت لي اوعي تمنعي خير عن حد ولو انه لا يستحق. ده اللي كنت لسه بقوله والله يا نودي من حوالي يعني كام ثانيه كده، كام ثانيه، ان انت ما تقولش ان الشخص ده ما يستحقش، سيبه. زي كده ايه؟ زي كده مثلا تيجي واحده قاعده في التلفزيون متمكيجه وقاعده في التكييف وقاعده قدام الكاميرات ومتدلعه واخر دلع، وتيجي تقول لك ايه؟ لا ده انتوا لازم تتطلقوا وتسيبوا بعض، ده انتوا لازم تخلعوا بعض، ده انتوا لازم تولعوا ببعض، ده انتوا لازم الكوكب كله ينتهي، ده انتوا مش عارف ايه. ما تسيب انت إيه؟ ليه الواحد يبقى، ليه الانسان يبقى كده مصدر للشرور، مصدر ان هو يبقى عامل زي الحربايه متلون؟ ما تسيب الناس يعني تاخد خطوه وتشوف وتعرف. الانسان لازم يجرب على فكره، الانسان لازم يجرب. ما ينفعش يبقى قاعد طول الوقت في ايه؟ في الشرنقه بتاعته ويقول لك لا اصل العالم بره وحش قوي، انا لو خرجت على فكره مش هقدر اعيش. لا، انت مخلوق عشان انت تعيش وتواجه وتعرف ده وتعرف ده. ربنا قال في القرآن في كتابه العزيز قال ايه؟ إن خلقناكم شعوبا وقبائل ايه؟ لتعارفوا. تمام؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا. فدي من الحاجات ايه المهمة، ان الانسان انا بسمع منك يا مصطفى، بس انا عندي الفطرة بتقول ايه؟ الفطرة بتقول هو مصطفى ده كلامه ينفع طول الوقت ولا وقت ووقت لا. مثلا مصطفى مر بتجربه فجاي ينصحني يقول لي ايه؟ اوعى تقع في نفس التجربه دي، نفس الموضوع ده اوعى تعمله، علشان لما وقعت فيه حصل كذا وكذا وكذا. طيب مصطفى بقى حكالي بس مصطفى هنا مش حكر عليا او مثلا مش فرض عليا ان انا لا هو اللي قاله لازم امشي عليه، لا هو اللي قاله اخد بيه امشي بيه وامشي برضه باللي عندي. ليه؟ لان مصطفى شاف وجرب، انا كمان محتاج اشوف واجرب واحكي عن تجربتي بعد كده لغيري، لان التجارب مش كلها شبه بعض ولا عمرها هتكون شبه بعض. زي بصمة الايد كده، بصمة الايد ايه؟ بصمة الايد او بصمة الصوابع كلها غير، كل واحد غير التاني. سبحان الله، فعلا كل واحد غير التاني. تمام. فدي من الحاجات ايه؟ الحاجات اللي انت دايما لازم يبقى عندك تحديث لكل حاجه. زي التحديث ايه اللي بنتكلم عنه؟ تحديث لافكارك. مهم جدا ان انت ما تكونش افكارك طول الوقت متصلبه، اللي هو لا انا مشيت على دول خلاص. زي مثلا الناس اللي تيجي تقول لك ايه؟ احنا ما ينفعش نغير العادات والتقاليد. طب يا جماعه دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا مضرورين من العادات والتقاليد. زي ايه مثلا؟ الجمله الاخيره اللي هقولها قبل ما نقفل الحلقه النهارده. تحديث حاجه زي عاداتنا وتقاليدنا في المجتمع، اللي هو مثلا ايه؟ العريس يروح لواحده عايز يتجوزها فيقولوا له حاجات قد كده، يقولوا له مثلا عايزين ذهب ومهر وشبكه ومعرفش عايزين كام اوضه على كام مش عارف ايه، على فيلا في الفضاء هات لها معرفش ايه من وكاله ناسا والكلام ده كله. ايه يا جماعه؟ ما هو ده الافكار دي كلها دي من ضمن الحاجات اللي عايزه تتحدث في العادات والتقاليد المجتمعيه، في حاجات مهمه جدا. ليه بجد فعلا احنا هو احنا هنعيش مع بعض، ولا احنا واخدين الموضوع ان هو واخدين الموضوع ان هو تجاره؟ يعني انت في فرق بين ان انت هتتاجر، انت لو بتتاجر مش تبقى كده على فكره،
انت لو بتتاجر هتبقى عايز ترضي الناس اللي قدامك، علشان ايه؟ علشان تجارتك تشتغل. انما احنا عندنا حاجات يعني انا كنت اتمنى الحلقه تبقى اكبر من كده، بس يعني ايه، الساعه بقت 8. وانا بشكركم جدا، وبشكر جدا كل الناس اللي سمعتني النهارده واللي اهتمت ان هي تشوف البرنامج. بشكرهم شكر كبير جدا، وبشكر راديو عيش حياتك على اتاحته البرنامج ليا يبث عنده على الهوا. وشكرا لكل المساعدين في البرنامج، بشكرهم جزيلا. وبشكر كمان الهندسه الصوتيه. ودمتم دايما كده في سعاده وخير وهنا وراحه بال يا رب دايما كده. اللهم راحه بال للجميع. والله فعلا بجد مهم قوي ان البال كده يكون مرتاح ويكون رايق وهادي. ويعني اتمنى كده ما حدش ينسى يا جماعه، على فكره كل واحد يفكر قبل، يعني بعد ما خلص البرنامج يفكر في اهميه الفول السوداني، لان الفول السوداني فعلا ملوش اي اهميه في الحياه. يلا خدوا بالكم من نفسيكم. باي باي.